السلام عليكم ورحمة الله. الموقع خير الورى تي في. الكتاب نور اليقين. الدرس الإسراء والمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل الهجرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج. أما الإسراء فهو توجهه ليلا إلى بيت المقدس بإيلياه ورجوعه من ليلته. وأما المعراج فهو صعوده إلى العالم العلوي. وقد قال جمهور أهل السنة إن ذلك كان بجسمه الشريف. وكانت عائشة رضي الله عنها تمنع رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وتقول من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. والإسراء مذكور في القرآن الكريم. قال تعالى في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقله القاضي عياض في صفائه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يدع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم قرأت فأتاني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. وقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى ابن مريم فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا وإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي سطر الحسن، يعني نصف الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. قال تعالى في سورة مريم: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إليه ما أوحى ففرض عليه وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. ونزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فصله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك
وخبرتهم قال فرجعت إلى موسى قلت حتى عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فصله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال سبحانه يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة لكل صلاة 5 كل يوم وليلة لكل صلاة 10 قال سبحانه يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له سيئا ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة فقط قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فصله التخفيف فقلت رجعت إلى ربي حتى استحييت منه ثم رجع عليه السلام من ليلته فلما أصبح غدا إلى نادي قريش فجاء إليه أبو جهل ابن هشام فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له فقال أبو جهل يا بني كعب بن لؤي هلموا فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فصاروا بين مصفق ووادع يده على رأسه تعجبا وإنكارا وارتد الناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب وسعى رجال إلى أبي بكر فقال إن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أتصدقه على ذلك قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك فسمي من ذلك اليوم صديقا ثم قام الكفار يمتهنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه نعت بيت المقدس وفيهم رجال رأوه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن رآه قبل ذلك فجلاه الله فصار يصفه لهم بابا وموضعا فقالوا أما النعت فقد أصاب فأخبرنا عن عيرنا وكان لهم عير قادمة من الشام فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقدموا يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق فخرجوا يصطادون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قائل منهم هذه والله الشمس قد أصرخت فقال آخر وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد فلم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادا حتى قالوا هذا سحر مبين وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها فيصلي ركعتين إذا ظهر الفجر و4 ركعات إذا زالت الشمس ومثلها إذا دوعف ظل الصيء و3 إذا غربت و4 إذا غاب الصفق الأحمر وكان عليه السلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثلهما مساء كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله.